لما بنتكلم عن الفساتين السواري للمحجبات، إحنا مش بنتكلم بس عن لبس، إحنا بنتكلم عن أناقة ليها طابع خاص، هدوء، رقي، ولمسة فخامة واضحة من أول نظرة. كل فستان بيحكي قصة ذوق مميز واختيار متفكر فيه. السواري للمحجبات بقى ليه شخصية مختلفة، بيجمع بين الاحتشام والجمال بطريقة طبيعية جداً، من غير أي تعقيد. الفكرة مش في الفستان نفسه بس، لكن في الإحساس اللي بيديه ليكي، إحساس إنك متألقة، مرتبة، وكل تفصيلة فيكي بتتكلم عن ثقة واهتمام. ودايماً اللمسة الهادية هي السر، لأن الأناقة الحقيقية مش محتاجة مبالغة، بالعكس، كل ما كان اللوك بسيط ومدروس، كل ما كان أشيك وأجمل. اختيارات السواري بقت متنوعة جداً، وكل واحدة تقدر تلاقي اللي يشبهها ويعبر عنها، سواء بتحب الكلاسيك أو الستايل العصري. ومع كل ظهور ليكي، افتكري إن جمالك مش بس في الفستان، لكن في طلتك، في حضورك، وفي الطريقة اللي بتظهري بيها نفسك. الفيديو ده معمول علشان يديكي أفكار مختلفة، يساعدك تختاري وتستلهمي وتلاقي اللوك اللي يخليكي دايماً مميزة. خليكي دايماً على طبيعتك، لأن أبسط اختيار ممكن يكون هو أكتر حاجة تخطف العين. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه.